عالم التعامل مع الجسد وإعادة صياغة عيوبه والتعامل معها تطور مذهل في عالم جراحة التجميل. قعدت مع ضيفي العزيز واحنا بنجهز الحلقه وفرجني على حالات رائعه في تنسيق القوام وفي شفط الدهون واعاده صياغه الدهون، تعامل مع مشكلات الدهون. كل فقرة وبيبقى ليها مقاييس الجمال الخاصة بيها، عشان كده كل شوية بنوصل لأب تو ديت في قصة الجمال. دلوقتي الفقرة كلها اتغيرت، حتى المسمى بقى النحت، الفور دي لايبوسكالبشر، النحت رباعي الأبعاد، كل ده في قصته النحت أو رسم مقاييس الجمال الموجودة. ايه المميزات اللي ممكن ياخدها راجل او ست من ناحيه الجسم؟ السيلف كونفيدنس، الثقة في النفس. دي اهم حاجه في حياه الانسان. دي أهم حاجة. شد البطن الجراحي ما بقاش عملية في التجميل، بقى اسمها جراحة من غير نحت. لازم حاجتين ينضموا مع بعض، ان احنا نعمل شد مع نحت، ان احنا نعمل ربط للعضلة، نشيل الجلد المترهل، نعمل نحت للخصر والظهر كاملا، ممكن نعيد توزيع دهون عشان نوصل لشيب جميل. العمليه الاكثر انتشارا الاكثر فرحه اللي دايما بيقولوا عليها اون سبوت، الثدي. تكبير الثدي بحشوات السيليكون هو أأمن العمليات لتكبير الثدي. كل نقطة شرحت علميا كان قدامها نقطة تصحيح مفاهيم وحدود فاصلة ما بين الحقيقة العلمية والواقع العلمي والبينفيتس الصالح العلمي، وبين الضلال وبين المبالغة وبين البحث عن المكسب التجاري على حساب قاسي جدا وحساب المريض، والنتيجة ستكون وخيمة على الأطراف جميعا. طبيب تنسيق القوام هو طبيب غير عادي، لأن نحت القوام قد ما هو عملية طبية هو كمان فن بيحتاج لرؤية فنية من الطبيب اللي بالضرورة لازم يكون عنده إحساس بالجمال زي الفنان، وده اختلاف ضروري عن كل الإجراءات الطبية اللي ممكن يقوم بيها طبيب أو جراح. فن النحت المعروف من آلاف السنين من القدماء المصريين التعامل مع جسم الإنسان أكثر صعوبة منه. الحس الفني للطبيب كمان مطلوب لمعرفة الطبيعة النفسية للمريض ومراعاتها بدقة، وتثقيف المريض بمسؤولياته واتباعه بدقة لتعليمات الطبيب للوصول للنتائج المرجوة من العملية. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا مع قيمه علميه كبيره في عالم جراحه التجميل. الحقيقه النهارده انا استمتعت جدا قبل الحلقه جدا. ليه؟ قعدت مع ضيفي العزيز واحنا بنجهز الحلقه وفرجني على حالات رائعه في تنسيق القوام وفي شفط الدهون واعاده صياغه الدهون، التعامل مع مشكلات الدهون. لانه في سواء في الرجل او المراه، وهي حالات كلها الحقيقه يعني لا نرى وجه، لكن هي حالات علميه راقيه جدا بتوريني ازاي جراحه التجميل تطورت تطور كبير جدا في التعامل مع مشكلات مزعجه للغايه. تسدي عند الرجال، تكوين دهني غريب عند السيدات، عدم تماثل في تكوين الدهون، عيوب خلقيه في خلايا دهنيه بتعمل تكتلات دهنيه في اماكن معينه. هذا العالم مثير جدا ومهم جدا نعرف تفاصيله. عالم الفنيات، عالم المليمترات تفرق فيه، بس عالم فيه الدكتور بيتجسد في شخصيتين. جراح كل مقاييس، خصوصا انا بتكلم على الجراح التجميل المصري، جراح بيتقيد بمقاييس الجراحه، بتقاليد الجراحه، ببارامترز الجراحه، وايضا فنان لانه عنده رؤيه خاصه جدا. ايه المناسب، الحدود المناسب بالنسبه لجسد المراه دي، وخصوصا انه المراه عموما كائن
متطلع وربما طماع في بعض الاحيان. معلش اعذروني البنات، سامحني في التعبير ده، في بعض البنات طماعه جدا، يتهيأ لها انها لما تطلب الكتير ده افضل في عالم حقن الدهون، في عالم تكبير الثدي، في عالم التعامل مع النحت عموما. الجراح هو اللي هيحدد لها حدود الفاصله ما بين الاراده الجميله والطمع المؤذي. ضيفي العزيز واحد من الاسماء البارزه، واحد من نجوم عالم جراحه التجميل، من المبدعين الحقيقه في المجال ده. انا استمتعت قبل الحلقه، تستمتعوا طبعا بحوار راقي جدا مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد صلاح الدسوقي، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعيه المصريه لجراحات التجميل والاصلاح، واحد من سوبر ستار المجال ده. اهلا بيك يا دكتور في الناس الحلوه، منور. اهلا بحضرتك وشكرا على المقدمه الجميله ده دي انا متشكر ان انت وميرسي قبلت دعوتنا رغم ربنا مشاغلك، يعزك يعني يا رب. حاجه يعني ما شاء الله. عمل في منطقه كبيره على مستوى الدلتا، ف ربنا يعزك يا رب. الله نورت يخليك. نورت الناس الحلوه ونورتنا بعمل رائع جدا. انا انبهرت بشغلك، انبهرت ربنا بجد. يعزك، ميرسي ليك. شكرا ومنبهر من زمان كتير. متابع يعني. ربنا يخليك، شكرا ليك، شكرا. عايز ابدا بقى بكلاسيكيات الحوار عشان نبدا كده الناس تفهمنا النهارده في رحله مهمه عن عنوانها الجمال والجسد. مقاييس جمال الجسد بالنسبه للرجل والست. هو مقاييس الجمال زمان كانت حاجة ودلوقتي بقت قصة تانية خالص. يعني مقاييس الجمال بالنسبة للست خصوصا، الست زمان كانت مقاييس الجمال الأول كانت الست المليانة، وبعد كده الست الرفيعة، وبعد كده رجعنا للجسم الكيرفي. هو ده دلوقتي بقى مقاييس الجمال للست. مقاييس الجمال للست ان احنا نوصل لشكل كيرفي، شكل مثالي، شكل جذاب. فكل شوية فقرة الجمال بتختلف على حسب الايرا اللي احنا موجودين فيها. والراجل زمان كان ان هو سليم، ان هو دلوقتي بقى فقرة الجمال ان هو يوصل لشكل رياضي، يوصل لشكل عضلات جسمه باينه، السكس باكس باينه، الاوبليكس باينه، السريتس، العضلات المنشريه، شكل جسمه رياضي جدا. كل فقره وبيبقى ليها مقاييس الجمال الخاصه بيها. عشان كده كل شويه بنوصل لاب تو ديت في قصه الجمال. كل ايرا ليها قصه الجمال بتاعتها. عشان كده ده مختلف من ايرا للتانيه. دلوقتي مقاييس الجمال الجسم الكيرفي للست والجسم الرياضي للراجل، دولت مقاييس الجمال للست والراجل. دلوقتي لفظ نحت الجسم هو اللفظ التي تحبونه. بالظبط. زمان كان في قصه شفط الدهون، كان مقياس شفط الدهون ان احنا هنشفط الدهون اللي في المكان ده عشان نقللها، من غير رسم شكل الجسم، من غير مقاييس، من غير يعني هدفنا ان احنا نزلنا كام لتر دهون. دلوقتي الفقره كلها اتغيرت، حتى المسمى بقى النحت، الفور دي لايبوسكالبشر، النحت رباعي الابعاد. كل ده في قصته النحت او رسم مقاييس الجمال الموجوده للراجل، ان احنا نرسم السكس باكس، نرسم السريتس، نرسم العضلات الاوبليكس. للست نرسم الميد لاين، الفي شيب، الويست الضيق، الويست هيب ريشيو، حتى رسمه الكيرف او المؤخره نستفيد من الدهون نحطها في مكان تاني عشان نوصل لكيرف اجمل. فهو ده مقاييس الجمال. عشان كده الكونسبت كله اختلف، بقى متجه الى الفور دي لايبوسكالبشر او النحت رباعي الابعاد. السن المناسب، لانه ممكن البنت من سن 20 سنه 21 سنه تعاني من عيوب. بالظبط. هو السن المناسب للراجل او الست بعد سن يعني بعد سن ال 16 او ال 18 ده السن المناسب. في عمليات معينه بنقول من 16، وعمليات تانية بنقول من 18، وفي عمليات بنقول على 21. كل حاجه وبيبقى ليها مقاييس بتاعتها. يعني مثلا بريست اوجمنتيشن بنقول 21 سنه. الفور دي لايبوسكالبشر من اول سن 18 سنه اتس اكسبتد ان احنا نبدا ان احنا نحسن شكل الجسم عشان نوصل لنتائج افضل. واغلب البنات دلوقتي قبل سن الكليه بتبدا انها تظبط شكل جسمها عشان تخش الكليه بشيب جميل، بشيب لذيذ، ان الناس تبقى مبسوطه بجسمها ولبسها وكل الكلام ده، عشان ما يبقاش عندها صدمه نفسيه بالظبط او ضغط عصبي. ما في بنت يعني بتنعزل. التنمر في القصص دي قاسي جدا، قاسي جدا. عشان كده في حاجات معينه بنعملها عشان يبقى الرضا عن النفس او السيلف كونفيدنس يبقى كويس جدا للراجل والست. طبعا ده اهم حاجه في حياه الانسان، الرضا عن النفس الشكلي. انا بشوف ناس عندهم في التنمر مقاسي، بشوف راجل بيلزق ودنه من ورا بامير عشان بروميننت اير او الاذن الوطواطيه، شفتها كذا مره لدرجه انها صعقت. التنمر بيوصل لاسوأ وضع للراجل او الست من جواه، فبيحاول يحل حتى لو هيضر نفسه. يا خبر، يعني حتى لو هيضر نفسه. هنتكلم النهارده في حكاوي جميله، لكن قول لي بقى الكونسبت دلوقتي الاساسي في ناحيه الجسم ايه؟ الاساس
دلوقتي احنا في كونسبت الفور دي لاب سكالبتشر مع الاجهزه الحديثه بالفيزر والجي بلازما، بقينا بنوصل لنتائج وريزلت مهوله. ان احنا للراجل ان احنا نبدا نرسم 6 باكس، نرسم سريتس، نزيل التتدي للراجل، نرسم شكل رياضي جميل جدا. للست نرسم في لاين، نرسم ميد لاين. في لاين يعني في لاين يعني الويست من تحت، من عند اللي هو الخصر. التروكانتريك اريا، آه. بيبقى في خط دايما عند العظمه بتاعه الحوض، بيدي الشيب الجميل بالنسبه للبنت. والميد لاين هو خط النص مع اعاده توزيع الدهون عشان نوصل لخصر شكله جميل جدا. فهو الكونسيبت انك توصل للجمال دلوقتي. ايه المميزات اللي ممكن ياخدها راجل او ست من ناحيه الجسم؟ السيلف كونفيدنس، الثقه ثقه في النفس، دي اهم حاجه في حياه دي الإنسان. اهم حاجه. دي اكتر ميزه الكلاينت بيستفيد منها، لان هو بيجي ما عندوش سيلف كونفيدنس نفسه، ما بيعرفش يبص على نفسه في المرايه، راجل او ست، بينعزل اجتماعيا. بينعزل اجتماعيا. اهم حاجه بتوصل له بعدها للراجل او الست هو السيلف كونفيدنس. الست قدام جوزها، البنت قدام الناس، الراجل قدام نفسه وقدام اصحابه. كل ده بيخليه في كريتيريا معينه او في زون معينه مش عارف يطلع منها. ايه الفرق في التطوير اللي انت احدثته في ناحيه الجسم الرباعي عن التقليد بتاع زمان، في من 15 سنه 20 سنه اكتر كمان في اشافه الدهون العادي؟ هو التغييرات كلها هي استخدام الاجهزه الحديثه وان احنا نوصل لشكل جميل. زمان كان هدفنا ان احنا هنخش نعمل شفط دهون للبطن، ان انا انزل 3 4 لتر دهون، 5 لتر ماكسيمم، ان انا من غير اي رسم، من غير اي جمال. دلوقتي بقى اناليسيس، تحليل لشكل الجسم ده كاملا من فوق لتحته. هو محتاج ايه؟ محتاج نحت فقط، ولا محتاج نحت مع اعاده توزيع الدهون، ولا محتاج نحت مع شد مع اعاده توزيع الدهون؟ طب لو عملت كده هل في اماكن تانية هتتضرر ولا لا؟ فهو ده الاناليسيس، التحليل الكامل للشكل عشان نوصل لشكل رياضي من فوق لتحت. ما اشتغلش على منطقه واسيب بقيه المناطق. ما هو لما اسيب بقيه المناطق الشخص هيبقى فيه ديستربنس او خلل، مش عارف يوصل برضو ان هو بقى خصر ضيق قوي ورجله مليانه قوي، او من فوق مليان قوي. او الراجل نفس القصه، ان هو مثلا بطنه صغيره ورجله مليانه فبقى شكله فيميناين. فهي القصه دلوقتي اناليسيس، تحليل كامل لشكل الجسم ده عشان اعرف اوصله لنتيجه الرضا. واهم من كده هو الاكسبكتيشن بتاع العيان، توقعيه. توقعاته. هو عايز يوصل لايه؟ لان في ناس بيبقوا احيانا اوفر اكسبكتيشن، يعني توقع مش هنوصل له خلاص. وفي ناس اللي هم الناس اللي عندهم تخيلات وهميه ان هو مثلا جاي ان هو هيبقى عايز انا وزني 40 كيلو، عايز ان انا ابقى كيم كارديشيان. هاو كم يعني لازم الفريم بتاع شكل الجسم يساعدني ان انا اوصله. ما في بنت بتبقى تكوينها زي مثلا يعني اقول ايه، مريم فارس بالظبط. ده تكوين بي صغير بالظبط. وفي تكوين تاني زي كيم كارديشيان، ما ينفعش مريم فارس اقلبها لكيم كارديشيان. بالظبط. هو ده الاكسبكتيشن بتاع الشخص. هو ده قصه الاكسبكتيشن بتاع الشخص. عشان كده لازم جود اناليسيز مع كلاينت قبل العمليه، بنقعد فتره طويله نتكلم هنوصل لايه، طب الشيب عايزاه ايه، طب هنوصل لشكل عامل ازاي، افهم دماغ او الكلاينت اللي قدامي عشان اعرف اوصله. ما انا ممكن ان انا اعمل له عمليه وهو مش هيبقى راضي. والجمال والتجميل بالذات عدم رضا الكلاينت تساوي فشل، حتى لو انت مقتنع ان انت عملت كويس، لان هو في الاخر جاي تجميل. بالظبط. هو هدف الرضا عن نفسه. هتعرف توصله له وتفهم منه، هتعرف توصله لنتائجه. مش هتوصله لنتائجه وهو مش راضي. طيب الترهل له درجات؟ طبعا. الترهلات في اي مكان في الجسم ليها درجات. يعني حتى مثلا وليكن مثلا ترهلات البطن، في ترهلات البطن في بنت او سيده عندها ترهل بسيط. ترهل بسيط يعني الكسره بتاعه البطن بسيطه، وفي ناس عندهم ترهل اكتر تمسك جزء كبير. وفي الترهل بيبقى داير ما يدور في البطن نتيجه البوست سليف، بوست مثلا بعد ما عملت تكميم او تحويل مسار او فقدت وزن بالرياضه او دايت، فبيبقى الترهل داير ما يدور. عشان كده مثلا عمليات شد البطن انواع، في شد بطن مصغر، شد بطن كامل، شد بطن اكستندد او مطول، شد بطن حزامي. كل دي انواع لشد البطن على حسب نسبه الترهل. كل ترهل ليه نسبته عشان نعرف نوصله لنتائجه. طيب هبدا بقى بمنطقه، هبدا بالبطن الاول. البطن اشهر منطقه في التجميل. ليه؟ لانه الحمل والولاده والى اخره، عندنا مشكله في التعامل مع عضلات البطن بشكل ما.